هاي أسهل وأسرع أكلة تسوينها، كبدة مشرملة، كلش طيبة وسهلة. بالطاجين، إذا بدك تسوينها بطاجين تسوينها بطنجرة مثل ما تريدين. شوفي ولا مي، يعني ولا مي ضفنا لها، والطعم كلش لذيذ. هلو، اليوم نسوي كبدة مشرملة. هاي كبدة مشرملة أو عنا طبق عنا بالجزائر كلش طيب. المكونات: كبدة تبع الدجاج هيجي، بصلة كبيرة حسب الكمية اللي عندك، توم يكون هواي مثل هيجي، ومكونات عنا ملح وفلفل أسود وبابريكا. هسا هاي الكبدة ما راح نخليوها يعني هيجي، راح نقطعوها قطع كلش صغيرة مع البصل والثوم. هسا قطعهم وارجع لكم. شوفوا بنات، قطعناها، شوفي ايش قد تقطعينها هيجي، يعني قطعيها كلش صغيرة هيجي، شتي هيجي. والبصل كمان قطعته، والثوم والبابريكا، يعني شو اسمه، الملح والفلفل الاسود والبابريكا. انا حابه اسوي الكبده المشرمله في الطاجين. اذا ما عندك طاجين تسويها باي طنجره عادي، يعني تنطي نفس الطعم. هو الطاجين طبعا ينطي افضل طعم، لكن الطاجين كمان ينطي طعم يعني اطيب. عنا الزيت، تحطين هيجي شوي الزيت على طول. اقول لكم استعمل هاد ريسي، ما اعرف عنا في الجزائر، ما عنا، ما اعرف. بعدين تحطي البصل والثوم وتحطين الكبدة. ترى طبق كلش سهل وسريع. وتحطين البهارات وتحركينه. اوكي، تدخل الدواء فيه. لا تشوفين البصل قطع كبيرة، هسا البصل يذوب. يعني قلت لكم الطبق كلش سهل وطيب، حتى يعني الزلم يقدرون يسوونه. وتغطينه وتحطيه على نار هادية. هسه حطيها على النار وغطيها، يعني لا تزيدي لها مي ولا تحركينها ولا شي. شوفي تطلق مي لحالها، يعني خليها لا تخافين. شتي المي يعني تنطبخ بالمي تبعها، والبصل يدبل مع الثوم. خليها مسكرة بس، شوي وشوي حركي عليها. شوفوا بنات شلون صارت تخبل. شتي المي ولا تزيدي مي ابد. هسا نحطو طماطة معجون. هاي الكمية اللي سويتها نحطو هاي الطماطة بس مشان تحمر. هيك وتحركي عليها، مو طماطة تبع الحصة، اوكي يا العراقيات. هاي الماركة التونسة، هاي ماركة تركية كلش حلوة. طماطة تبع الحصة ابد مو زينة الصراحة. وتخليها وتسكرين عليها، تدخل طماطة بالكبدة ونطفيه عليها. وهيك صارت الكبدة المشرملة تبعنا. شوفوا بنات، شتي بالطاجين تخلي الاكل سخن مدة نص ساعة. هذا هو سحر الطاجين. واللي تريد طاجين تبعت لي رسالة بالكومنتر وتقول لي اريد طاجين وانا اجيبه لها لحد بيتها.